هم شباب قد أرادوا ثم نالوا ما أرادوا، رتلوا إنا فتحنا وببشرى الفتح عادوا، فلا هم تدنو نجوم وبهم تعلو بلاد، إنه عهد جديد جديد. انطلق في تونس العمل في مشروع مدينة تونس الاقتصادية التي ستقام على الساحل الشرقي للبلاد بتكلفة إجمالية تتجاوز 50 مليار دولار، وتشارك في المشروع الذي يستغرق اكتماله 10 سنوات أكثر من 50 شركة عالمية من نحو 30 دولة. ويهدف المشروع إلى بناء مدينة كبرى على مساحة 90 كيلومترا مربعا، بحيث تكون قاعدة مركزية للتبادل التجاري بين بلدان المتوسط. ويتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 250,000 فرصة عمل. تم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة التوقيع على عقد إنجاز القسط الأول من مرفأ تونس المالي، مشروع يموله بيت التمويل الخليجي وهو الأول في شمال إفريقيا. مدينة تونس الاقتصادية الرئيسي هو تطوير كامل الجمهورية التونسية والاستثمار في الطاقات البشرية. مدينة تونس الاقتصادية، المدينة الذكية، رؤية جديدة للمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي. هذه النهضة الاقتصادية ستقدم وبطريقة مباشرة وغير مباشرة ما يصل لحوالي 4 مليون من الوظائف خلال ال10 سنوات الأولى على المستوى المحلي، وستحفز الطاقات الشبابية وتعيد لهم الأمل وثقتهم وحبهم لهذا البلد المعطاء، وتمنح المزيد من فرص العمل في المناطق المجاورة، وسيمتد تأثيرها إلى أبعد من ذلك. موقع استراتيجي مميز ومناخ معتدل وكفاءات قديرة وطموح لا متناه. عندما تجتمع هذه المقومات مع التكنولوجيا الحديثة والتمويل القوي والإرادة الصلبة، فلا بد من إنشاء أفضل مدن العالم تتحدث عنها الأجيال. على مدينة تونس الاقتصادية وكل مكونات هذا المشروع، مشروع القرن كما سبق وقدمناه نهار الثلاثة اللي فات. في ضيفتنا سي رياض خليفة لاتوكابري، باعث هذا المشروع إذا كان نجم نقولوا أو مؤسس فكرة المشروع وقدومها إلى تونس. مرحبا بك معنا على جوهرة FM. نجاح قبل الانطلاق، احنا عوامل النجاح خدمنا عليها قبل، كان نقصنا الوضع السياسي والاستقرار السياسي والاجتماعي في تونس، ومن فضل الله العلي العظيم من بداية 2014 بدينا نلمسوا فما استقرار. يمكن انتم في تونس ما تحسوش بس خارج تونس ومقارنة بالدول التي شهدت ثورات رانا وي ار ذا بيست. انجاز واهم يوم في حياتي كان يوم 9 سبتمبر اللي حلم باش نشوف بلادي في السماء وبلادي في أرقى ما ينجم يكون. حاجة ما تخيلهاش في بالك سي محمد. أنا ما نسيتش كلمتين قلتهم، نعم، وما ننساهمش، قلتهم حسيتهم من جوارحك خرجتهم. نعم، قلت أنا أمنيتي أنه حتى بطال ما يقعد في تونس. أي نعم. وقلت حاجة أخرى مهمة جدا، نعم، وما حبش نحى من مخي. نعم. وقت اللي وقع استدعاك سيادتك قلنا لك في نفيذة بحذا جوهرة. نعم. قلت لا، نعم، راهو المشروع هذا ماهوش معناه حكرا على منطقة معينة. نعم. قلت كان عيني أنا باش تمشي الأمور الجهويات راني عملتها في منطقتي. نعم. أنت قلت هذه لأنه مشروع تونس الكل. تونس الكل. نعم. هذا كلمتين يجيو حتى زوز عناوين كبار معناها. وفد مدينة تونس الاقتصادية، وأطلعنا فخامتي على تفاصيل هالمشروع العظيم، وأطلعنا عن كثب عن شركائنا وحلفائنا وعن ما وصلنا إليه، ويعني سررنا بتفهمه ونلقاه عنده فكرة ودراسة عميقة على المشروع. وفعلا احنا والوفد المرافق سعداء جدا بدعم سيد الرئيس اللي فعلا أسعدنا كونه عنده تفاصيل، والراجل قرأ
شاف كل التفاصيل بتاع المشروع، وعدنا إن شاء الله العظيم هو وكل الإخوان في الحكومة التونسية بدعم هذا المشروع ومتابعته وإحاطته بالرعاية الكاملة ليكون صرحا عالميا يبنى على أرض تونس الحبيبة. اللهم ارزق ذويهم جميل الصبر والسلوان، وعنهم على تحمل أكبر مصيبة تحل بإنسان ألا وهي فقد السند والحبيب. اللهم اشفي جراح شبان هم مصدر فخرنا واعتزازنا، أضعف الرصاص أجسادهم. فرصتكم أيها الشباب التونسي، تستطيعون أن تقدموا إلى تونس ما لم نقدم لها نحن، لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.